هو انا مش عارف احنا بندور على ايه الحقيقه. انا بقى بدور على حاجه واثقه ومتاكده ان انا مش هلاقيها، بس اعمل ايه؟ لازم ادور. في ايه؟ في تراب دخل في عيني. طب وريني. لا مفيش حاجه. لا بتحرقني، في تراب دخل فيها. طب استنى هنفخ لك فيها ثواني. ادم اهو. انت هنا من امتى؟ من ساعة ما كنت هتنفخ لها في عينيها ثواني. بقول لك ايه، انا عصبيه النهارده بخلق هضربه. لا استنى مفيش حاجه. انت عايز ايه يا رؤوف؟ في ايه؟ مستر ادري كان بيدور عليك وانا قلبت عليك المكتب. نهار اسود، ده أنا نسيت، ده انا عندي اجتماع مع مستر ادري. طيب بعد اذنكم. كيمي عينيكي تمام؟ مش كويسة؟ ايه اللذيذه دي؟ صح؟ أو محتاج مساعدة. اتفضل على مكتبك. حاضر. انا متاسف على التاخير. ادم المساعد بتاعي. استاذ عادل مدير الشؤون القانونيه لشركه الربوه. اهلا وسهلا. أهلا. استاذ عادل بالظبط كده. دول قضيتين، ادعاء كاذب وتشهير. كمان هتلاقي عندك صور بالبوستات اللي الناس عندك في الشركه كتبوها وفيها سب وقذف لشركه سفنكس. ودي دعوه بالتعويض. بس أنا كنت فاكر إن القعدة دي قعدة تسوية. لا، التسويه في الفرن. احنا ان شاء الله هنروح المحكمه. لو رحت المحكمة مش هتكسب. قضيتكم دي انا ممكن اخلصها في جلسه واحده، بس انتوا بقى اللي هتلفوا وتدوروا حوالين نفسكم بالقضيه اللي انا رافعها عليكم دي. أنت بقى معتمد على إن اسم موكلك كبير وليه تاريخ، وإحنا شركتنا صغيرة ملهاش ظهر، صح كده؟ اسمه وكيل كبير علشان جوده المنتج بتاعه، لكن انتوا صغيرين وهتفضلوا صغيرين علشان طعم الميه بتاعتكم وحش. بلاش يطلع لك بقى الشكاوي المتقدمه ضدكم في حمايه المستهلك. ولا اقول لك؟ سلي نفسك. بعدين لقيت حاجة؟ التقرير اللي بيدور عليه لا، بس لقيت حاجه تانية. ايه؟ الفتره اللي كان فيها القضيه كان في مهندس اسمه يسري اباظه. المهندس ده هو اللي كان مسؤول عن التقارير، وافتكر ان هو ده المقصود. عرفت طريقه؟ عملت شويه اتصالاتي وعرفت ان هو ما كانش موجود في مكتب وقت القضيه. سرحوه ولا رفضوه؟ ولا كده ولا كده. اخد مكافاه نهايه الخدمه وسوى معاشه. عشان يسكت. بالظبط. بس انا جبت لك عنوانه، او اخر عنوان معروف ليه يعني. هايل.